الناس كلها بتقول لك اعمل دايت، الناس كلها بتقول لك التزم بنظام غذائي معين عشان تنشف. بس في 5 اسرار عن التنشيف محدش قالك عليهم، انا هقولك عليهم في الفيديو ده، هتغيرك وتخليك من كده لكده. كمل معايا الفيديو لغايه الاخر عشان تعرف ايه هما. اول غلطه الناس بتعملها عشان تنشف، يقللوا من السعرات بشكل مفرط. انت لو لاعب ناتشورال، لاعب ما بتستخدمش اي هرمونات، تنزيل الزياده ده في عدد السعرات بتاعتك هيؤدي الى خساره عضلاتك. هتحس معظم اليوم ان انت خملان، حاسس ان انت تعبان، حاسس ان انت مش قادر تتمرن ولا تعمل اي حاجه. تاني غلطه الناس بتعملها الكارديو المفرط. برضو لو انت شخص ناتشورال ما بيستخدمش ستيرويد، هتخسر عضلات من الكارديو الزياده، بالذات لو كارديو على الريق، لو انت ما اكلتش حاجه. مفهوم التنشيف ايه؟ مفهوم التنشيف ان انت توصل لاقل نسبه دهون باعلى نسبه عضلات. يعني انت مش عايز تنزل وزن وخلاص. انت لو انت عايز تنزل وزن وخلاص هقول لك ماشي، اعمل كارديو مفرط واعمل عجز كبير في السعرات ومش مهم، مش هتفرق. ما انت كده كده المهم عندك ان انت ميزانك ينزل، بس انت المهم عندك ايه؟ المهم عندك ان انت تنزل اكبر نسبة دهون وتحافظ على اكبر كمية عضلات. تالت نقطة الناس بتغلط فيها انها بتهمل البروتين. لا، البروتين عامل اساسي جدا ان هو يحافظ على نسبة العضلات بتاعتك. طبعا اول نقطة عشان تحافظ على العضلات بتاعتك، شدة التمرين بتاعتك تفضل زي ما هي، ما تنزلش، تمام؟ بس احنا بنتكلم دلوقتي على التغذية. التغذية ان انت ما تنزلش من السعرات بتاعتك قوي، وتاني حاجة ان انت ما تهملش البروتين بتاعك خالص. لازم يفضل البروتين، مستوى البروتين بتاعك عالي. اقل حاجة في التنشيف 2 في وزنك، والنتيجة اللي هتطلع هي دي نسبة البروتين اللي تدخلها على مدار اليوم. رابع نقطة لازم تراعيها ان انت تدي لنفسك مدة كويسة، بالذات لو انت ناتشورال. لازم تدي لنفسك مدة كويسة في التنشيف، ما تنشفليش في اقل من شهر، ده لو انت شخص نشر. وبرضه لو شخص بيستخدم الستيرويد برضه هتضغط على نفسك وهتضغط على جسمك لو نشفت في اقل من شهر. انا عن نفسي ساعات بعملها لما كنت ببقى مزنوق، مثلا عايز العب ماتش ولا حاجه وضربت في دماغي كده ان انا العبه، بعملها. بس صحيا ما يفضلش ان انت تعمل كده، تمام؟ حتى لو انت شخص بتاخد استرويد وبتاخد مواد تحافظ على عضلاتك، فكصحيا الموضوع هيزيد. خامس حاجة هتتكلم فيها ان انت لو النظام بتاعك بتاع التنشيف بيعدي الشهرين او 3 شهور، يعني واخد فترة تنشيف طويلة، ان انت ما تفضلش ثابت على نظام اكل معين. يعني لازم تغير. مش معنى كده ان انا بقول لك غير كل اسبوع، غير كل اسبوعين، لكن لازم يبقى في ابديت من ناحية حاجتين، ان انت نفسيتك ما تتعبش من التكرار كل يوم او من الاكل الثابت كل يوم. حتى لو هتغير مصادر الكارب اللي بتدخلها، يعني بدل ما كنت بتدخل رز تدخل بطاطس، بدل ما كنت بتدخل بطاطس تدخل شوفان، تبدأ تدور على وصفات صحية تدخلها. انا بتكلم هنا من ناحية النفسية، ان انت تقدر تكمل اكبر فترة على التنشيف. ان انت تبدأ تدور على وجبات صحية طعمها يبقى حلو، تدور على اكلات صحية طعمها كويس، تبدأ تلعب كارديو بس بشكل معتدل، يعني ما تأفورش فيه. لو انت شخص بتستخدم استرويد وبتستخدم مواد بتحافظ على عضلاتك، ده برضه هيبقى ضغط وستريس على جسمك جامد. انت رقم 1 في لعبة كمال اجسام ان انت تحافظ على صحتك. تاني حاجة ان انت توصل لهدفك. الذكي بقى، المدرب الذكي اللي يقدر يخليك تعمل الاتنين. خامس حاجة ان انت تبدأ تهتم بالاعشاب اللي بتدخلها لجسمك، اللي بتعلي الميتابوليزم بتاعك وبتخلصك من المياه الزيادة تحت الجلد. وفي بعض الأعشاب برضو بتساعدك في زبيل مع القرفة، تمام؟ من الحاجات اللي هتساعدك في إخراج السوائل الزيادة من الجسم. مشروب بقدونس بالكرفس. تبدأ تخلي معظم وجباتك خضار، يعني انت لو هتدخل وجبة فيها بروتين وكارب، حاول تدخل قدهم خضار عشان تشبع وتقوم مش جعان. لكن عشان انت لو حافظت على ان انت ما تجوعش، ده انت كده حليت 80% من المشكلة. كده ما قدامكش غير لو انت شخص بتحب الحلويات او بتحب الاكل الجانك فود، هيبدأ بقى تواجه مشكلة ان انت الشهية مفتوحة. لكن انت لو شهيتك مفتوحة ناحية الجانك فود وناحية السكريات وانت اصلا جعان، فانت كده مش هتقدر تقاوم نفسك. لكن لو انت شبعان اصلا ففي امل ان انت تقاوم نفسك. حاول تحافظ على نفسك ان انت تفضل شبعان معظم الوقت، ان انت ما تبقاش جعان. ودي كانت حلقة النهاردة. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة، وللبرامج المخصصة سايب لك رقمي تحت والتحولات اهي قدامكم.
نشوف عايزين نتكلم عن ايه الحلقة اللي جاية، بس اكتبوا لي تحت في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.